معنا اليوم من مدينة كان العالمية الفرنسية كالعادة في معرض العطور التاكسي فري موجود الأستاذ حبيب الراعي الرسمي لريندو سبا ودومينيك روبيون أفوريزمز باي دومينيك روبيون. أستاذ حبيب دائما بتنورنا وأنا جدا سعيد بعيدا عن محبتي الشخصية لك. أنت أيقوني في العالم كله. أنا دائما بسعد لما أقابلك يعني الله أشوفك يسعدك. يعني بالعكس الله يعني يسعدك. سبحان الله يعني عندنا ترابط سريع. الحمد لله رب العالمين، هذا شيء يشرفني والله. أستاذ حبيب سريعا بدي اخذ من وقتك هيك، شو في جديد عندك بريندو سبا وبمثلا شو في عنده دومينيك روبيون حينزل قريبا؟ راح أوريك حاجة من دومينيك روبيون لسه ما نزلت. وأول واحد يشوفها أنت. دائما الحصري الأصلع، دائما دائما الحصري. ما أعتقد إنه حد شمها ولا حد شافها. حبيبي. أوكي. هذا دومينيك روبيون. طبعا دومينيك كان هنا من يومين صحيح. فجابها عشان يعمل إنه أوكي. هذه بتكون تقريبا في نهاية شهر 11 قريبا يعني. ايه حتكون بس في البوتيك عنده. فانتوم ميسون في لندن. ايوه. والزهور في داخل ايطاليا. واو. مبدئيا يعني دومينيك اشتغل عليهم بكون. وهذا هنا مختلف خالص عن الكولكشن، عن كل الكولكشن. الان واو. دومينيك دخل بقمة لعبه. ايوه دخل بالقميص بالقمة، يعني قمة العمل الفني. حتحصل انه الريحه هنا فول جديده مبتكره مختلفه لانه هنا في الاول لما قدم هو حب يقدم من تركيبه عطريه واحده الست العوائل بمواد طبيعيه كثيره. فكان كل التقديم حقته انه انا اقدم عطور جديده ومبتكره، ولكن بنفس الوقت انه تكون هذه العطور اللعبه حقته انه مواد كلها التركيبه واحده، مواد طبيعيه. لعب على الدانسينج حقتها. يعني هو لعب هون فن بلش هون يلعب فن ثاني. اي فن، ويعطيك ايش فورميليشن. يعطيك الان عوائل اسريه، يعني عندك الاورينتال في العود، عندك بعد كذا عندك الفروتي الحمضيات عندك. فهنا اللعبه كانت هي اساس استاذ يقدم حاجه، وهو يعني الكتاب حقه افوريزم اوكي ماثوراته. فهو جمع كل أعماله في هذا العمل الستة. يعني فينا نقول هذا قسم من إبداعاته. هذا قسم من إبداعاته، إنه في قمة الروعة. نعم. أغلى تركيبات عطرية ومواد عطرية في العالم. طبيعية. أغلى نعم. تركيبات عطرية أغلى من أي عطر موجود صحيح. في العالم صحيح. بضعفين أقل حاجة إلى 3. وهذا هنا بدأ اللعبة جديدة. الآن الناس تنتظر من دومينيك إيش راح يقدم شيء جديد. إيش يقدم من أفكار جديدة. فحتبدأ اللعبة حقته من الآن إلى 2027. هو مجهز 4 تركيبات عطرية. هذول 2 منهم. هو هذا سلمني على أساس خلاص في نهاية ما عاد يجي تعديل، ما في عنده تعديل، انتهى منه. واو. والثاني انتظروا دومينيك روبيون. ماما مية، أنا كثير متشوق. والثاني طبعا لأول مرة تشوف العطور على هذا المستوى. لأول مرة، وأنا يعني حتى أنا نفسي اندهلت من حجم أو قوة العمل نفسه. يعني الوضع عند دومينيك بلش ينزل بالقوي، ما عادش يمزح. هنا كمان لعبة ثانية. واو. كشميران هو استغل الأنبر بالكشمران بالروزي خطير. لا. اللعبتين من أخطر ما يمكن. العطرين افتتاحيتهم ترقبوا اشياء مختلفه عن الكولكشن اللي نزل جديد. حينزل كولكشن شكله ستيب تاني كل 6 أشهر عنده هو عطر. حيكون كل 6 شهور. الاول حيكون موجود عندنا في نوفمبر. الثاني حيكون متوفر في نهاية على الموسم الربيع، والثالث حيكون على نهاية شهر 9، والرابع عندنا وهو المفروض انه الأربعة اللي هو سلمنا اياهم. الرابع حيكون موجود عندنا على كمان نفس الشيء في الربيع الثاني من 2027 ما شاء الله. فهو إلى 24 إلى 2000 إلى الربيع 2027. الحمد لله انتهى من التركيبات كلها. واو. وكلها مبتكرة. طبعا دومينيك ما بينزل عطر اللي يكون تعبان عليه مزبوط. يعني ما شاء الله عليه. طب بنروح لريندو سبا. ريندو سبا شو الإبداعات اللي حتكون الجاي إن شاء الله غير اللي نزل؟ والله ما أدري، أنا شفت إلى أي حاجة. آخر حاجة أنا صح في تقريبا 4 إلى 6 عطور نزلوا هم مؤخرا. صلالة وفي ومر ديليشيس بالضبط.
اوكي، هذا طبعا صلالة بإمضاء الأستاذ حبيب. طبعا سمعتوا عنه أكيد. ايه العطر الزهري الخفيف اللطيف بالضبط، بالمسك نفس بالمسك الشيء. العالي. بالكشمران عندك كمان كمية الكشمران موجودة عالية، عندك المسك البنزوين. العطر أوكي. متناغم خفيف جداً. هادي وثابت وفواح بالضبط. نفس الوقت، كيف ما بعرف. فكان جميل جدا يعني. لا ما شاء الله، من العطور الناجحة جدا جدا. الحمد لله. حركته كانت رائعة في البوتيك، لأنه هذا كله عشان البوتيك نحن أغلب الأشياء. كان للصيف يعني، من الحاجات الأيقونية للصيف. بالضبط. ايه. والثاني كان أودي سبا، أعتقد شميته أنت وشفته. انا جربتهم في المعرض. نعم. وعندك إيدن سكري. ايدن سكري، ما أدري جربته ولا لا. انا في بعضهم جربتهم بس من غير اسماء بالمكتب عندك زمان. إيدن سكري ايام الحاجات اللي كنت تفرجيني اياهم من تحت الطاوله. دائما من تحت الطاولة. بس ما عاد الاسماء ما كانتش موجوده، كنا نجيب من غير اسماء. عندنا دائما أنا بوريك أشياء تحت الطاولة. انت خطير استاذ حبيبي. أوكي، يعني حتى لما أشتغل على براند جديد تحت الطاولة لسه بوريك أول واحد. حبيبي انت استاذ لأنه يهمني رأيك. انت غالي وعزيز وانا اتشرف والله. يهمني رأيك كثير، لأنه ما شاء الله عندك ذوق عالي. اشكرك شايف ولا لا؟ شهادي والله، شهاده بالعكس. لا ما شاء الله. الجداد انا بشوفهم كمان خط تاني نوعا ما جدا مختلف عن الخطوط اللي مرقت. المر، شفت المر؟ ديليسيوز. مر ديليشيس هذا. هدول اللي نزلوا جديد انا بشوفهم ايزي تو وير اكثر. سهلين اكثر للناس. انا كنت اقول لك دائما في سبا المجموعه اللي حتكون في الاخير، لانه هو 30 عطار اللي شاركوا في ما شاء الله. يا تبارك الله. على كل العلم العطور كلها انعملت في عام 2020. الناس كلها بتفكر العطور اليوم انعملت ولا بكره. انت نزلتهم العطور من 2020. من 2020 حاولنا قدر الامكان نضغط على انه نوصل لهذا الحد، لكن اليوم تشوف اي عطر جديد من سبا لسه احدث من اي عطر نازل اليوم. لا الجداد بتشكيله رهيبه، بصبغه حديثه، وشباب اللي عملوها. بالضبط، في روح جديده. نعم بالضبط. نعم. وتنتظر العمل حق كوينتون بيتش. هذا اللي ناطر انا منه. وفي واحد ثاني حينزل ولا نزل هو عند ظهور؟ لا ما نزل. عندك كوينتون بيتش، وعندك الثاني حق فرنارديز. بس كوينتون بيتش حينزل بريندو 7. يكون فرنارديز هذا اللي اتمنى انه ينزل بسرعه لانك تحب كوينتون بيتش كثير يعني. كوينتون بيتش هو طالع ترند مولع الدنيا، والعطر اللي عمل لك اياه انت يعتبر هو من بدايات الابداعات تبعته. بالضبط، يعني بالابداع مختلف عن كل اعماله. بالضبط. يعني بدي احكي للمتابعين، كوينتون بيتش يشتغل مع استاذ حبيب باول بداياته، مش جديد، مش بعد ما انشهر يعني. اشتغل معه قبل ما ينشهر. نحن بدانا من 2020 في الدوكيومنتري حق ريندي سبا، وكل العطور كانت منتهيه عندنا في نهايه في 21 بالضبط. مع بدايه 21 يعني ايام الكوفيد نحن شغالين على العطور. ما كانش معروف هو، ما كانش معروف بالضبط. واول عطر استخدمته من كوينتون بيتش كان في اعتقد في شركه من الشركات اللي عملت لها اعمال، وبعدين في شركه ثانيه كمان عملت عمل ثاني لكوينتون بيتش، وحق سبا كان الثالث. فصدقا لو نزل العطر عند استاذ حبيب ريندو 7 لكوينتون بيتش بهذيك الايام، كان كوينتون بيتش انعرف باسم ريندو 7 مش بشركه ثانيه، لكن مش مشكله. الحمد لله. كل شيء ريندو 7 انعرفت حتى اكثر. طبعا الحمد لله. ان شاء الله في شيء جديد حيكون قريبا جدا. انتظروا الابداعات من ريندو 7 ودومينيك روبيون، والاستاذ حبيب دائما موجود على القائمه والتوب ان شاء الله. باذن الله. تسلم، الله يحفظك. شكرا.